مساء الخير. قبل شوي حطيت صورة على الانستغرام حكيت فيها عن العيد وملابس العيد واذا اشتريت ملابس عيد او لا. ف... فلاحظت شغلة منتشرة كثير، يعني او فكرة سلبية كثير منتشرة بمجتمعنا، واللي هي انه هو في عيد، هو ليش في انه فيش عيد، وليش نعيش العيد، وين اجواء العيد والى اخره. فانتوا عايشين ببلد عربي وعم تحكوا هيك، لكن احنا اللي عايشين ببلد اوروبي شو نحكي. شوف احكي لكم شغله، فيش اجواء بتنعمل لحالها، فيش اجواء هي رح تخليك تفرح. اذا انت ما عملت اجواءك بحالك، اذا انت ما حاولت تفرح حالك بحالك، ما حدا رح يعمل لك اجواء او يفرحك. فعشان هيك لو وين ما كنت، يعني شوفوا تخيلوا مثلا قديش هون بايام العيد فيش حدا بيكون برا بالشارع، والدنيا مطر وهوا وقصه، وعايشين احنا اجواء العيد. فبكل اختصار الفكرة اللي بدي اوصلها، اذا انت شخص ايجابي وشخص حابب انه ما تجمع الافكار السلبية ببالك، انت بتعمل اجواء لحالك. لا، والاشي اللي كثير ضحكني كمان، قال في واحد بيكتب لي: انت مفكر كل الناس زيك؟ انت عايش لي بالمانيا وبتحكي عن العيد ومش عارف ايه. لا، ركزوا لي على المانيا. يعني ما بدك يعني احكي لك عن العيد لاني انا ساكن بالمانيا، يعني بدك يعني احكي لك خبر عاجل تم قتل 1500 شخص واحد، هذا